قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لتعجيل الفرج لقضاء الحوائج صلوا على محمد وآل محمد. الآية الكريمة بها مضامين عديدة نطرحها إن شاء الله. المضمون الأول أن لقمان رضوان الله عليه يشار له أنه نبي، ومع ذلك أيضا يشار له بالحكمة، رجل حكيم. الله سبحانه وتعالى أنطاه تلك المنزلة، هي أن يتلفظ، أن يتحدث بالحكم. ولكن السبب الذي يجعل من الإنسان حكيما أكيدا هو نفسه. اليوم الحكمة ما تجي من الجلوس، ما تجي اليوم أنت 24 ساعة قاعد مثلا مقضيها فقط لعب له، لا، ما راح تحصل هذه المنزلة. فسئل لقمان، قالوا له: يا لقمان كيف أصبحت حكيما؟ هذه المنزلة اللي عندك شنو، منين حصلتها؟ قال لهم: هذه حصلتها عن طريقين، سويت في الطريقتين وأنا حصلت هذه الحكمة. هسه المستمع قال لك: ذني سهلات قضيتين، شنو ذني أطبقهن وأنا أصير حكيم. قال لهم: القضية الأولى وضعت الأشياء في أماكنها، شغلات تخليها مكانها. أو ثانيا رأيت أخطاء الناس ولم أعمد إليها. الإنسان يخطأ اليوم تشوف خطأه ما تكرره، مثل ما أشرنا بالسابق للقرآن الكريم الذي أنطانا التجارب الماضية وإحنا نطبقها شنو بالحاضر، يعني ماكو داعي تجربة. قال لهم: أنا أرى قضية ثانية، أنا أرى لأخطاء الناس ما أكررها، ما أعمد إليها، ما أروح أشوف فلان أخطأ دفع الثمن أنا أروح أكرر نفس القضية. حتى يقول لك واحد، يقول لك ماكو مشكلة، أنا أخلي القضايا في أماكنها أولا، أو ثانيا أنظر إلى أخطاء الناس وما أسويها. مو هي المشكلة بالتطبيق يا أخواني؟ يعني هواي عبر موجودة، ولكن تعال شوف المعتبر ماكو. فهذا لقمان أطرح الله سبحانه وتعالى في قلبه الحكمة من نفسه الذي هو طبقها لقمان، والله هداه تبارك وتعالى، صار حكيما هذا الرجل. فهذا يوصي ابنه. إحنا طبعا الوصية دائما أهل البيت عليهم السلام، الأوصياء يتحدثون مع أولادهم أو يتحدث مع أخوه، ولكن المستمع وين؟ يقول لك: أنا ما أريد الخبر لابني، أنا أريد الخبر لكم للمستمعين. فقال له: يا بني أقم الصلاة. هواي تساؤلات، يقولون إحنا نصلي 3 أوقات، وأنا أقعد الصبح، أو أنا الظهر مثلا أترك عملي، أو أنا المغرب جوز نايم. تعال اقعد، روح اتوضى، صلي 3 صلوات باليوم مستمرة، وهذه الصلاة لا تقطع بأي حال من الأحوال إلا بقضايا، يعني فقدان العقل عند الموت، عند فقدان الطهورين نهائيا، هنا تسقط الصلاة. ولكن في العاقل ما تسقط الصلاة، حتى لو كان الإنسان نائما، صار مثلا المرض وصل به الحال على أنه ما يقدر يقوم أو ما يقدر يقعد، نايم. يقول لك: نعم أنت ونايم. يقول لك: أنا ونايم ولكن أنا ما أقدر أحرك راسي. يقول لك: أومئ إليها بعينك الركوع
أو تتلفظ، وبالقراءة بالركوع وبالسجود بعينك توصل المرحلة. إذن إيش قد مهمة الصلاة؟ الآية تقول واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. إبراهيم عليه السلام. يعني الصلاة في كل العصور في كل الزمن الصلاة موجودة، ولكن جزء الهيئة تختلف. إذن هذه أهمية الصلاة للعباد أهمية جدا قاسية على الإنسان إذا تركها. الإنسان إذا ترك الصلاة وهي معراج المؤمن، الإنسان يصل بها إلى الله تبارك وتعالى. فإذا الصلاة أنا أصلي 3 صلوات، هذا الصلاة شنو فائدتها؟ للأسف الشديد احنا المشكلة علينا بالماديات. أغلبية الناس ينظر إلى القضايا المادية، أنا هذا يفيدني لو لا يفيدني يكون بإيدي تنطين، ما يفيدني ما أقدر. يعني الأغلبية كذلك. يعني للأسف الماديات هي محدودة. الماديات عالم المادة صغير. شلون عالم الأرحام؟ الطفل في عالم الأرحام ما يحس إنه مقيد، بالعكس هو بجو طيب ومرتاح. بالعكس من يطلع راح شنو؟ راح يتأذى، لأن ما يدري بعالم الدنيا عن عالم الأرحام شنو الفرق من ناحية المساحة. فالإنسان كذلك من يطلع من عالم الدنيا من عالم المادة يصير إلى عالم المجردات، إلى عالم الأرواح. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعني راح ترى مو بهذه العين المجردة، مو بهذه العين المادية، لا، راح ترى ما وراء ذلك. راح تشوف قضايا أنت ما شفتها بالدنيا. راح تشوف الملائكة على هيئة، الجن على هيئته الحقيقية. فبعالم الدنيا للأسف الإنسان يهتم جدا بالقضايا المادية. حتى يوم من الأيام اجى شخص إلى عالم قال له أنا أسألك 3 أسئلة، أنت مو تقول عالم؟ قال له بلى. قال له أسألك 3 قضايا. قال له سل. قال له أول وحدة أريدك أن تريني الله، أريدك تراويني الله تبارك وتعالى. أو ثانيا كيف إبليس يدخل إلى النار ويتعذب وهو مخلوق من النار. والقضية الثالثة ما هو القضاء والقدر. ذني 3 قضايا أريدك ترتب لي إياها. فهذا العالم صفعه على خده، ضربه فالضربة قوية بحيث هذا الشاب رجع إلى الخلف. قال له شنو ما عرفت الجواب؟ قال له لا، الجواب بهذه الصفعة. قال له شلون؟ قال له أولا هذه الصفعة هذه الضربة خلت عندك أثر من الألم؟ قال له إيه صحيح ألم موجود. قال له أرني الألم، راويني الألم وينه؟ قال له ما أقدر أراويك إياه، هو موجود ولكن ما أقدر أراويك إياه، أنا أراويك الأثر مالته، الإحمرار مثلا، الوجع، أراويك أثره. قال له كذلك الله تبارك وتعالى يرى من حيث المؤثرات، من حيث خلقه تبارك وتعالى. قال له والقضية الثانية مما خلقت يدي، هذه ايدي منين انخلقت؟ قال له من الطين. قال له خدك منين انخلق؟ قال له ايضا من الطين. قال كيف يتأثر الطين بالطين؟ هذا طين وهذا طين، شلون تأثر؟ فبهت هذا الرجل الشاب. قال كذلك إبليس عليه اللعنة يتأثر بالنار، كما تأثر الطين بالطين يتأثر النار بالنار. والقضاء والقدر، قال له أنت أك واحد قال لك قبل لا تجي أنا راح أضربك؟ قال له لا. قال له أنا أخبرتك؟ قال له لا ما أخبرتني. قال له هو هذا القضاء والقدر. شاهدنا يا إخوان الناس شو تريد؟ تريد ماديات، انطيني بيد المادة. لذلك أغلبية الشباب للأسف الشديد أغلبية الشباب ما يصلي. ليش ما يصلي؟ ما يشوف أثر مادي، ما جاي يشوف، ما يدري إنه هو غذاء، هذا غذاء للروح. احنا اللي كل يومية نطلع تشوف رياضة للبدن، حمام للبدن، ملابس للبدن، تقوية للبدن، طبيب للبدن، كل شيء ترفيه للبدن، ولكن الجانب الروحي شنو؟
تاركينه، الذي هو أهم من المادة. أنت هذا الجسد مفارقة 70-60 سنة أنت تاركه، خلاص ذاب بهذه الرملة وانتهى دوره. القضية الذي تجعل من الصلاة هي جواز المسلم التي يدخل بها إلى الجنة. احنا مشكلة واحد مكلب بالحسين عليه السلام، عرفته تارك الصلاة، تلقاه يمشي مسيرة 40 ينطي يبادر يخسر أموال يترك وقته عياله، ولكن شنو؟ صلاة ماكو. يابا ليش ما تصلي؟ قال الحسين يشفع لي. يابا مو الحسين مو هيك يعني، هو الحسين إذا ما يصلي هو الحسين يجر إلى النار، كيف أنت؟ فالصلاة يا إخواني جعلها الله تبارك وتعالى في 3 أوقات. أولا أنت هسه إذا تروح للطبيب يجعل لك فد الجرعات، ما يجعلها جرعة واحدة، يجعل الجرعات على 3 أوقات، كل 6 ساعات، كل 8 جرعة. ليش؟ لأن الجسد شنو؟ على مود الجسد يتحمل، لأن ما يستوعب جرعة واحدة. وإذا تخليها مثلا جرعة واحدة باليوم ماكو فائدة، جرعتين جزء اكو فائدة قليلة، فكون 3 يخليها. الصلاة كذلك، الصلاة هي علاج الروح. شوف الإنسان الذي ما يصلي، شوف حياته شنو، ما يحس بالراحة، ما يحس بالطمأنينة. ولذلك الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أو هي من أصدق المواثيق الذي لذكر الله تبارك وتعالى هي الصلاة. من أصدق القضايا الذي تتصل بالله تبارك وتعالى هي الصلاة. فجعلها الله 3 أوقات في اليوم الواحد، 24 ساعة 3 أوقات، على مود تغذي الروح غذاء تام، تجعل الطمأنينة بالقلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان يصير عنده طمأنينة من يطلع الصبح للعمل، عرفت، من يطلع عنده فد قضية مرتاح. وتشوف الناس عندها أموال طائلة جدا، ما يصلي تلقى ما عنده راحة، ما مستقر، ما مأمن، خايف. فهذا لقمان يوصي ولده يقول: يا بني أقم الصلاة. والقضية طبعا يا إخواني هذه إحنا جاي نصليها، هذا أداء، هذا التكبير، النية، تكبيرة الإحرام، قراءة، ركوع، سجود، إلى حركات الصلاة، هذا شنو يسمونه؟ هاي أداء الصلاة. شو لقمان يقول لابنه: يا بني أقم. إحنا وين الإقامة كان صارت؟ أداء الصلاة يا إخواني تختلف عن إقامة الصلاة. الأداء الذي هي هذه التكبيرة، ركوع، سجود، قراءة، هذا شو يسمونه أداء. ولو تبحث عن القرآن تشوف القرآن من الدفة إلى الدفة ما يذكر أداء، يذكر إقامة الصلاة. الأداء من يوضحها؟ السنة النبوية. أما الإقامة التي يريدها الله تبارك وتعالى، شنو الإقامة؟ الإقامة التي يصلي الإنسان ما بين الفرضين من صلاة الصبح، افرض مثلا للصلاة الظهر، هذه كم ساعة؟ 6 5 ساعات. هنا تصير إقامة الصلاة. أنت أقمت الصلاة بهذه الفترة، يعني أعزبت عن معاصي الله لو لا. واحد من يروح الصلاة الظهر للمسجد، ماكو يعني مسجد ما بيه فد ذنوب، ما في فد غناء مثلا، ما بيه فد غيبة. من يطلع من المسجد من تخلص الصلاة تبدأ الإقامة. إحنا تبدأ الإقامة إلى مثلا من الصبح إلى صلاة الظهر. بهذه الفترة أنت يجب عليك أن تقيم الصلاة، وإذا أقمتها حفظتك. إذا حفظت الصلاة بهذه الفترة الصلاة حفظك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا أنت صليت ورحت سويت فاحشة، سويت فالذنب، ارجع صلاتك، أنت ما أقمتها، أنت فقط أديت الصلاة. صحيح صلاتك صحيحة، ولكن هل يا ترى إن قبلت هذه الصلاة بالإقامة لو لا؟ شفت أنت إذا أذنبت
القرآن يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأنت ما انتهيت إذن ما أقمت الصلاة. القضية الثانية يقول له يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. أو هذه القضية التي إحنا من القضايا الابتلائية الواقعين بها واقعا، القضايا التي نمر بها يوميا، إذا مو يومية ساعات، كل ساعة أنت تمر بها، وخصوصا هذه الغيبة. شوف الله سبحانه وتعالى شو يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم: ومن جاء بالحسنة يوم القيامة، مو ومن عمل الحسنة، ومن جاء بالحسنة. أنت بالطريقة حرقتها، لو لا تممتها وصلتها. ومن جاء بالحسنة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أنت تشوف النار إذا انضرمت بالحطب تلحق ما تلحق عليه، كذلك الغيبة إذا أنت خذت غيبة هتش تاكل بالحسنات. زين إحنا الحسنات قوة قاعد نلمها. فالقضية يا إخواني جدا صعبة. كون واحد يعني إذا شاف غيبة يكون يشرد من عدل، لأن تاكلك. أنت إذا حتى لو ما أخذت غيبة، إذا كنت جليسهم أنت حالك حالهم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب يا إخواني، من ركن من أركان الإسلام. يعني أنت مو تقول أنا ما علي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يوم من الأيام اجى شخص عنده شياه يسرح بيهن بالصحراء، واجوا جماعة نازلين للصيد. فاش قالوا له بيع لنا واحد من هذه الشياه. قال لهم هذه للأسف مو إلي، لأني عند مالكهن. فقالوا له أين الأعذار؟ الأعذار وين؟ يعني شنو الأعذار؟ يعني يقول لك دبر لك عذر. هسه يقول لك كلاذيب وقع، هبت فت عاصفة وراح من عند واحد، دبر لك عذر. وأين الأعذار؟ فقال لهم وأين الله؟ يعني الشعور بالمراقبة الإلهية أيضا جدا مهم يا أخوان. يكون الإنسان يخلي الله سبحانه وتعالى بين عيونه. دائما خلوا الانتقال من هذه الدنيا دائما أمامك، الموت دائما أمامك. ما يعرف الموت لا صغيرا ولا كبير. فكون الإنسان يأمر بمعروف وينهى عن المنكر، لأن هذه الحياة قصيرة مثل ما قلنا يا إخوان. وهاي بركة مجالس الحسين، تذكرنا دائما، وذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. كل واحد دائما يذكر أخاه، يذكر صديقه، لأن الإنسان دائما يقول الإنسان سمي إنسانا لكثرة نسيانه، دائما ينسى الإنسان. فكون واحد يذكره. فيجب على الإنسان أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر. ولكن شو وقت يكون يعرف المنكر ويعرف المعروف، أو على مود من ينهى عن المنكر يشوف المقابل ينتهي لو لا. إذا المقابل هو ما ينتهي أصلا فهذا مو واجب عليه، أو المقابل هو جاي هو تارك المنكر وأنت تجي فوقه اترك كذا فعل. يابا مو تركناه، لا اترك كذا فعل، دير بالك مو هذا راح ترجعه أنت. فيجب الإنسان أن يعلم المنكر ويعرف المعروف. بعد وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. هذه منزلة الصبر يا إخوان جدا عظيمة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بشرى للصابرين. لذلك يوم القيامة يؤتى بفوج من أفواج المسلمين، يقول ذول الصابرين يجون إلى باب يسمى باب الريان، هذا لا يدخله إلا الصابرين. والصبر أيضا على العبادة، الصبر على الصوم مثلا، الصبر على الزكاة، الصبر على الخمس، الصبر على جهاد في سبيل الله. أنواع الصبر يا أخواني. يكون الإنسان لله يصبر. واصبر على ما أصابك، لأن الإنسان إذا صارت عند إقامة الصلاة أو أمر بمعروف ونهى عن منكر لا يتصور أنه الدرب راح يفرش بالورود والناس راح تصفق له، لا بالعكس راح الناس تصير ضده.
يعني مشكلة هذا الوقت احنا صار التعري صار أناقة للأسف. يعني الإنسان إذا تعرى يقولوا له هذا أنيق. الإنسان المؤمن المتقي اللي يكف عن محارم الله يسمونه معقد. هذا معقد، هذا ما عنده انفتاح، ما عنده حرية. والإنسان اللي عنده حرية بمن؟ مو الحرية يعني هذه حرية الإسلام، لا، الحرية بتصرف الشيطان، هذه يسمونها هو هذه حرية، انفتاح، هذا تطور. فإن الصبر بعد إقامة الصلاة والأمر بالمعروف تصير عنده 3 قضايا: صبر وأمر بمعروف وإقامة الصلاة. ماذا يقول عنها الله تبارك وتعالى؟ تلك من عزم الأمور. أفضل الأمور إنه الإنسان يخرج بهذه التحفة لله تبارك وتعالى. الحسين صلوات الله وسلامه عليه يوم 10 يقول: جاءتهم النبال كشعب المطر فمن جلت الغبرة إلا وسقط 40 قتيل من أنصار الحسين عليه السلام. وبدت المعركة حتى زالت الشمس، فقال علي الأكبر عليه السلام: أبى الصلاة. شوف وين، بأي وقت، وقت معركة، وقت حرب، قتال، الصلاة موجودة. كون الصلاة تطبق، ولكن الصلاة تطبق بمن؟ ما تطبق الصلاة كرياضة يا إخواني. كون الصلاة أنت متصل بها مع الله سبحانه وتعالى. أنا مو مجرد أوقف ما ألحق أحسب لل5 يركع. الركوع شلون ما كان، السجود شلون، أنت إياك نعبد، أنت متصل مع الله سبحانه وتعالى. فعلي الأكبر قال: أبى الصلاة. كان الحسين عليه السلام يرى إلى علي الأكبر، يقول عليه السلام: إذا اشتقنا إلى رسول الله نظرنا إلى علي الأكبر، كان يشبه رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا، كان شبيها لرسول الله صلى الله عليه وآله. سقط بينهم، قطعوه بالسيوف إربا إربا. أخذ مأخذه من الحسين: بني علي على الدنيا بعدك العفا. خرج الحسين آيسا من الحياة، والحوراء زينب تنظر إلى شخص المولى أبي عبد الله الحسين. قتلوا جميع أصحابه حتى قتلوه عليه أفضل الصلاة والسلام. الصبر التي تحلت به الحوراء زينب، مو فقط الحسين، الحوراء زينب جبل الصبر، عقيلة الطالبيين. سلام الله عليك يا حوراء يا زينب. هذه الامرأة التي تضع يديها تحت الجسد الشريف، تحت جسد الحسين، تقول له: إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. هذا العطاء لله تبارك وتعالى. ولكن الجانب الثاني وهو جانب المأساة، جانب الآلام، عندما رجعت الحوراء زينب وزين العابدين والركب إلى المدينة، طلعوا من الشام قاصدين إلى المدينة، ولكن بالطريق أكو مفترق طريق صار. فجاء الإمام زين العابدين: عم زينب، هذا مفترق طريق، هذا يؤدي بنا إلى كربلاء وهذا يؤدي بنا إلى المدينة، وين نعرج يا زينب؟ قالت له: يا ابن أخي عرج بنا إلى كربلاء، ماذا يقولون إخوتنا عنا؟ لم نجدد بهم العهد، انزل بنا إلى أرض كربلاء. نزل الحادي إلى كربلاء، القبور بعث خضرها. وصلت زينب عندما لاحت لها القبور، قبور إخوتها وأحبتها، صاحت: هاي احنا، هاي احنا بمحار الطفي حادينا، هاي احنا بمحار الطفي حادينا، حط هنا رجايبنا ومواشينا، او عين الموش منا لا تصد لينا، ونندل بعد ما حاجة تدلينا، حط رجايب ومن الهزيمة
ينزل نزلان أو من تعب السفر مثل الورد ذبلا. اشقد همي وقهر من اليسر حملة وصاحت بين ام الخدر ردينا صاحت وين الفاج دخلت الحق جدامي او تلجمني بواجه وتهجر آلامي. انا منعيت مبجاي من الكوف والشامي خاف لا شامت يشتمت بينا. نزلت الى القبور النساء، هذه عند ابنها، هذه عند زوجها، هذه عند ابوها. جاءت الحوراء زينب الى الامام زين العابدين: اين دفنت الاولاد؟ هذه الرباب، هذه ليلى رملة، اين دفنت اولادهن؟ قال: عند جسد ابي الحسين. جاءت ليلى، نعم، وصلت الى قبر ولدها، تقول له: يا ابني يا ابن اردفك القبر بيدي بيدي ونظاير لعد حالة وليدي عزيز على وهلال عيدي. أنا فقد الولد فقد الولد يبز وريدي. بعدها جاءت رملة إلى ولدها القاسم، تقول له: يا ابني ردف قبر نمت بي وبيك أردك ألف وبيك وصي. يا قبر جاء سمعانك عليه وبتراب لحدك لا تغطي، ترى ما يحمل وليده وخاف تأذي. جاءت الرباب إلى ولدها عبد الله، تقول له: يا ابني بجاه أبوك بجاه جدك ما تفك لباب لحدك، أنا ريد أحط خدي فوق خدك. بعدها قام هؤلاء النساء أو جاءت زينب الحوراء زينب إلى قبر الحسين، جلست عند قبر أبي عبد الله، تقول له: يا أخويا قبرك يا أخويا لو أن ينكشف قبرك، خويا أنا لفك اللحد واتمدد بكترك. أنا ردت عمر أنا عمرك. بعد وين زينب؟ إلى أين تذهب؟ نعم إلى الشريعة، إلى أبا الفضل العباس. تقول له: أخويا ما ضام يا أخويا اعتنيت يا كوع الشريعة يا ابن مدورتك. أخويا لا تقول يا أخويا نسيتك أنا كل صوت يضربني نخيتك. يا أخويا طب أنا بمجان الماء وقفنا خويا وامر على النسوان جدنا وقفنا وشتم حدر سمعنا يا المر يا ابو فاضل الجرعنا يا أخي ما عودتني منك الجفا
فعلى ما تجفوني وتجفو